يا غتزوج كاع عيالات القبيله يا والله ما غترجع لبلادك حي. هاد الهضره قالها زعيم واحد القريه كاينه في الادغال الافريقيه المغربي ياسين غولان، اللي مشى تماك باش يكتشف ثقافه جديده. تلقى راسو في مشكل كبير، كيفاش غيخرج من هاد الحصله وشنو غيدير؟ تبع معايا الفيديو حتى الاخر وغتعرف. البطل ديال القصه ديالنا هو المغربي ياسين غولان، اللي تزاد في كازا عام 1989. ياسين من الصغر ديالو كان الحلم ديالو هو يجوب العالم كامل ويكتشف ثقافات العالم المختلفة، ولكن لان الظروف الماديه ما كتسمحش لياسين باش يدور العالم في الطياره. داكشي علاش ياسين غيقرر انه يتبع الحلم ديالو ولو بابسط الاشياء، واللي هي بيكالا. كما كتسمع. ياسين غيقرر انه يجوب العالم كامل غير بيكالسو. وفي 22 جونفي في عام 2017 غتبدا الرحله ديال ياسين لاستكشاف مختلف الثقافات الافريقيه، والرحله اللي دامت تقريبا 4 سنين. وفي خلال هذه الرحله قدر ياسين باش يزور 27 دوله افريقيه وجوج دول من الشرق الاوسط، واللي هما السعوديه والامارات. فالرحله بدات من المغرب، ومن تما غينيا، السنغال، وبعدها نيجيريا، الغابون، وصل حتى لجنوب افريقيا والكونغو، وزيد عليها جزر القمر والموزمبيق ودول افريقيه كثيره. المهم الرحله كانت طويله بزاف، كان في كل دوله كيوصل ليها كيديباني في شي خدمه تما، فاش ما كان حتى كيجمع شويه ديال الفلوس عاد كينطلق للدوله اللي موراها، وكان كيخدم سواء في الفلاحه او لا ميكانيك او لا مترجم. المهم اللي جاب الله. تيقول ياسين انه طوال الرحله كامله نصب الخيمه ديالو يلاه 2 مرات، بحيث انه اغلب البلايص اللي زارهم تيكونوا الناس ديالها كرماء وكيضيفوه عندهم. وقعوا بزاف د المواقع الغريبه لياسين خلال الرحله ديالو، ولكن اغرب وحده فيهم هي اللي كانت وقعت ليه في واحد القبيله افريقيه متواجده في شمال غينيا. تيقول ياسين انه في واحد المره لمده اكثر من 2 اسابيع، فتيقول ياسين انه مورا ما ضرب مسافه طويله في الادغال لقى واحد القريه في وسط الغابه. فهنا قرر انه يقصد ديك القبيله باش يرتاح فيها شي شويه ويكتشف حتى الثقافه ديالهم. المهم داكشي اللي كان، ومشى ياسين عند الزعيم ديال القبيله وطلب منه باش يبقى في القبيله ديالو لمده 3 ايام. وهنا الزعيم ديال القبيله قال لي ياسين مرحبا بك، ولكن عندي واحد الشرط اللي هو خصك تزوج شي مرة من القبيله. فهنا ياسين رفض القضيه نهائيا، وقال للزعيم ديال القبيله انه ما جاش باش يتزوج، وانه جا عندهم غير باش يرتاح وباش يكتشف التقاليد والعادات ديال المنطقه. ولحقاش كيكتب كتاب كيهضر فيه على مختلف الثقافات الدول اللي زارهم. ولكن الزعيم ديال القبيله ما هموش هذا الشيء، وقال لي ياسين بلا ما تعاود ليا قصه حياتك، وشتي شنو راك ما غاديش تخرج من القبيله، انت غدير داكشي اللي قلت لي وغتولي واحد منا. وتيقول ياسين ان السبب اللي خلى الزعيم ديال القبيله يصر باش يتزوج بوحده من القبيله هو تحسين الناس للقبيله، لحقاش ياسين اللون ديالو كيميل للبيضيه، وهما في القبيله كان عندهم واحد المعتقد اللي غريب واحد شويه. فكانوا كيعتقدوا ان الابيض تخلق باش يكون حر، وان الاسود تخلق فقط. يعني كانوا كيعتقدوا ان الالهه ديالهم كتميز الابيض على الاسود. داكشي علاش زعيم القبيله كما قلنا بغى يزوج ياسين باش تكون عندهم سلاله بيضاء. فرق بين الابيض والاسود. ايوه هذا معتقد عندهم يا جماعه، ومعتقد غلط يعني مو صحيح. حتى لهنا ياسين كان باقي واخد الامر على انه مزحه، ولكن زعيم القبيله كاع ما كان كيضحك، خاصه ياسين ملي هز بيكارتو بغى يخرج من القبيله. تفاجأ بزعيم القبيله حاط عليه كلاشينكو وكيهددو، وقال ليه الا تحركتي خطوه غنخوي فيك هاد السلاح. هنا ياسين ملي تاكد باللي هاد الناس كيهضروا بصح وكاع ما كيضحكوا دار لزعيم القبيله خاطرو. واضطريت اني اجلس ما يقارب اسبوع واقل، وبعدها هربت في الليل.